معلقة واحدة بحطها للبط وللفراخ على المية سقوة مرتين في الأسبوع. بتحميهم من الأمراض، بتحميهم من الإسهالات، بتقوي المناعة، بترفع كده في الوزن، بتزود معدل التحويل عند الفراخ والبط في مرحلة التأسيس، بتأسسيهم كده صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيت ان انا اصور معاكم النهاردة البط المسكوف الخليط بتاعنا والفراخ كمان اللي احنا بنأسسهم كده صح من الاول. اهم حاجة طبعا ان انت تكوني بتأكلي الطيور بتاعتك علف نوعه حلو. البط نوعه حلو لو انت شارياه من بره. لو طالع لك من البيت فده افضل بكتير، بتكون مناعته قوية وبيحاول معاك في الوزن وفي اللحمة على طول. طبعا ده البط المسكوف الخليط والبط البلدي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعرفكم ازاي تعرفي البط المسكوفي من البط البلدي. فطبعا هنا هنحط لهم كده غطا واحد على السقاية او معلقة على السقاية، بتكون مهمة جدا. بعد مرحلة التحصينات انا اديت البط ده ما شاء الله من 3 يوم كده التحصين، وبعد كده نشتغل بقى ليهم بالفيتامينات والاملاح اللي هي حاليا بياكل علف 23%. لازم نأسسه كده صح علشان يوزن معانا، يدينا انتاج، يدينا لحم يكبر معانا بسرعة من غير اي مشاكل. اهم حاجة التهوية والنظافة ليهم في العمر الصغير علشان تاخد منهم احلى انتاج ما شاء الله. يا ريت كده لسه بتشوفي القناه بتاعتي لاول مره ولسه ما عملتيش لايك، بسرعه كده تعملي لايك للفيديو علشان اللايك ده بيرفع الفيديو وبوصله لكل الناس اللي حابه وغاويه ان هي تربي طيور. يا ريت توصلنا الفيديو ده ل 200 لايك علشان نستمر معاكم ونقدم كل يوم فيديو جديد. هو بقى المعلقه اللي احنا هنحطها كده ده طبعا الفيتامينات، فيتامين A D 3A. طبعا دي الازازه اللي هي العاديه بتجيبها من البيطري وبتاخدي منها ايه على السقايه. شايفين دي السقايه الصغيره، انا باخد كده مقدار معلقه واحده كده على السقايه بتاعه الميه، وببتدي كده ان انا ايه بحطها كده للفراخ بتاعتي وللبط ان هم يشربوا منها. طبعا انا حطيت على السقايه اللي هي اللتر، ببتدي ان انا احط لهم كده عليها بحيث ان هم يشربوا منها والبط والفراخ يشربوا من الميه. هنبتدي ان احنا نحط السقايه التانية. طبعا حطيت السقايه التانية، عايزه تحط سقايتين ليهم لو المكان بتاعك واسع، او لو البط عندك باعداد ممكن تحط لهم سقايتين من السقايات اللي هي الصغيره اللي بتاخد لتر الميه. البط عندك عدده قليل يعني، فبتحط لهم سقايه واحده كفايه وتغيرها ايه، تغير لهم بقى الميه باستمرار. تسيب ما تحاولي ان انت في الصيف تخلي الميه موجوده قدام الطيور باستمرار علشان البط طبعا روحه في الميه هو والفراخ في الحر. فالميه ضروري ان هي تفضل قدامهم. انما التجويع طبعا بالنسبه للعلف حلو جدا ليهم، لو جوعتهم ساعه في اليوم حلوه بتخلي البط ما شاء الله يحول معاك هو والفراخ. طبعا انا حاطه لهم هنا العلف اللي هو 23%، بفضل اكله لهم لحد عمر الشهر وما بغيرش العلف خالص الا لما بيكبروا، علشان الناس اللي بتشتكي ان البط بيجيله اسهالات بيتعب بشكل مفاجئ من تغيير العلف. انت بتغيري ليه العلف مره واحده، فأكليه أو كل شوية تأكليه من علف من نوع لنوع، فده طبعا بالتأكيد بأثر عليهم. شايفين ما شاء الله أنا هنا حطيت لهم كده السقايتين بحيث ان هم يشربوا الفيتامين ده حلو جدا ليهم. لو حتى لو اشتريت اللي هو الفيتامينات اللي هي اللي بتكون مستوردة غالية شوية، لكن نتيجتها بتكون فعالة اكتر من الازازة دي. وكل واحد بيجيب بقى على حسب البطر اللي حواليه. تيجي تقولي انا عايزة فيتامينات للبط للعمر بتاع البط وهو بيديك. البط ده النهاردة عمره 11 يوم، فما شاء الله بسم الله ما شاء الله هو والفراخ من عمر واحد. البط ده اللي كان طالع طبعا من البطه اللي كانت راقده عندي، اما الفراخ انا كنت شاريها كده من المعمل، فما شاء الله يعني حلوه، يعتبر حلوه جدا. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لما بتسعى على حاجتك وتهتمي بقى بالتهويه بالنظافه بنوع العلف
بالحاجة اللي انت بتربيها بتلاقيها ما شاء الله كبرت معاك على طول. شايفين لسه بنقول البط روحه في المية، هو كده طبيعة البط ان هو بيسحب في المية اكتر. فلما بتحط له فيتامينات على المية، وصفات اللي احنا بنعملها على المية بتخليه يحول لحمة على طول، وبترفع مناعته وبتمنع الامراض. وبتخليه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي كده ما انتوا شايفين. اهم حاجة طبعا ارفعي السقاية من على الارضية، حطي تحتها حتة رخامة، حطي تحتها طوبة تكون يعني مش عالية او يعني وسط، لان هو لسه البط برضو يعني لسه صغير، فبتلاقيه كبر معاكي على طول. طبعا الفرشة باستمرار لازم تكون ناشفة، اهم من الاكل ومن الشرب النظافة دي شيء اساسي للطيور، علشان طول ما البطة نضيفة معاكي وريشها بيلمع كده وشكلها حلو، فبتبتدي ان هي تحول معاكي على طول وتكبر معاكي على طول. ازازة الفيتامين اي دي 3 اي دي يعتبر حلوة جدا، وانا مجرباها لدورات الفراخ والبط قبل كده، فلقيت ان هي بتكون يعني مفعولها حلو ليهم، فابتديت ان انا احط للدورة دي كمان، علشان انا عايزة اسس البطة دي للبيض صح، عايزاها لما تيجي ان هي تبيض تديني انتاج من نفس الانتاج بتاعها. شايفين ما شاء الله. ممكن حبة يشربوا من السقاية دي وحبة يشربوا من السقاية التانية، لو البطة عندك بأعداد حط سقايتين. بالنسبة بقى للعلافة، شايفين الفراخ عمالة تاكل في العلف ما شاء الله، شكلها حلو خالص. بحب تربية الفراخ، بحب اربي الكتاكيت كده من عمر اليوم على ايدي كده، بحيث ان انت بتأسسيهم صح غير لما بتشتريهم كبار. ف ما شاء الله لما بتسعي كده على حاجتك بتاخدي منها اعلى انتاج، بتاخدي اوزان حلوة جدا جدا. مفيش احسن من التربية المنزلية طبعا. يا ريت كده لو انتوا لسه موجودين معايا وعجبكم الفيديو توصلوا لنا الفيديو ده ل 200 لايك. حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.